أيضا من المشاكل التي يعاني منها النحال هي الأعسال التي ترد إلى الجزائر، الأعسال المغشوشة. هذه الأعسال الذين يستردون هذه الأعسال لهم طرق ماكرة للأسف، بين قوسين طرق سيئة جدا. الطريقة التي يعتمدون عليها هم ينتظرون حتى يأتي وقت الجن، ثم يدرجون في السوق المحلية أعسال مغشوشة حتى يعني الأمر ما يبانش، يعني ما توليش تقدر تفرق، لأن السوق يولي معمر بالأعسال ويولوا يدخلوا بهذه الطريقة. وطريقة الغش هنالك عدة طرق. كاين ناس وين يخلطوا الأعسال المغشوشة بالأعسال الطبيعية. كاين الناس اللي يوكلوا في وقت الجن، وحنا لما نديروا العاسله ما نوكلوش النحل، لان كون نوكلوه هنا تعتبر غشاش، يعني حرام عليك شرعا وعقلا، وحتى المبادئ تاعك اذا كنت انسان يعني ذو مبادئ ما تقدرش توكل وتبيع للناس عسل مغشوش. والان المشكل اصبح اكثر من هذا، هنالك اعسال اصبحت ترد من الدول، من دول اسيا، على حتى لا نسمي الدول بعينها. هذه الاعسال راهي ترد، حتى لو كان تدخلها للمخبر ما تقدرش تعرف انها اعسال مغشوشه، حتى لو كان دخلها المخبر ما تقدرش تعرفها. لهذا نحن طالبوا بالسلطات المحليه انها تضرب بالحديد، خاصه لهذا الناس اللي راهم يغشوا وهذا الناس اللي راهم يدخلوا العسل. ونعطيك نقطه مهمه، ان الجزائر العسل الجزائري يمكنه ان يكفي الجزائر، ويمكننا ان نكون رائدين في تصدير الاعسال الجزائريه. بطبيعه الحال كانت عندي لك تجربه في دوله عربيه، العسل الجزائري حطيناه اليوم في ظرف يومين العسل تاعنا انتباع، لانه يحتوي على جوده عاليه، رائحه، قوام، لزوجه، كثافه. هذه كلها عوامل، لان احيانا المواطن خاطر يكون بسيط، كون تعطيه عسل يكون ذات جوده ويكون سيء، يقدر يميز بالجوده بالرائحه الى غير ذلك.